التمرين ده خطر على مفصل الركبة، فلو بتعمل تمرين السكوات يبقى لازم تسمع الفيديو ده، لان التمرين ده ممكن يسبب لك ألم شديد في مفصل الركبة، ممكن يعمل لك خشونة مفصل الركبة، خاصة لو انت عندك إصابة قديمة في مفصل الركبة، سواء في الغضروف او في الأربطة او في الأوتار، او عندك نسبة خشونة ركبة وبتعمل السكوات العميق ده وبيسبب لك ألم. فلازم تفهم اللي احنا هنقوله ده. لما تلعب تمرين السكوات بشكل عميق وتخليه تمرين ديب سكوات، تمام، سواء بتلعبه بوزن الجسم او بتلعبه على الهاك سكوات او بتلعبه على السميث ماشين، وبتنزل اكتر من 90 درجة كده، فانت بتحط ضغط كبير جدا على مفصل الركبة، ازيد من وزن الجسم ب7 مرات. البديل الامن بقى انك تعمل سكوات بوكس سكوات، يعني كانك وراك بوكس، او ممكن تبداوا بشكل بوكس، انت وراك بوكس، تمام، وبتنزل تقعد 90 درجة عليه وتطلع تاني، او تنزل قبل ما تقعد عليه وتطلع على طول بنفس الشكل ده، يعني كأن وراك كرسي او بوكس، نزلت قعدت عليه وطلعت تاني. تبداوا بالشكل ده كده بالظبط. طيب بدأت تعمله بالشكل ده والدنيا بقت تمام، هتعمله وتحط تحت رجلك حاجة بسيطة كده، ترفع الانكل سنة بسيطة وتبدأ تنزل 90 درجة وتطلع. في الاول لما تيجي تعمله، لما تنزل ما تخليش ركبتك تعدي مشط رجلك.